عشان تقعي وتموتي زي الخرا، زي الخرا. طول ما بتفرج على فيديوهاتكم انتوا اسراء نبيل بتمتحني وما تعرفيش ان هو ده الامتحان وتسقطي وتمتحني. اقول لك ايه، خش الفيديو. قفشتك بتعملي ايه؟ مش بكره عندنا امتحان؟ ماسكين الموبايل ليه بقى؟ هقولك يا ماما، اصل صاحبتي كلمتني يا ماما وقالت لي ان الامتحان اتسرب يا ماما. قالت لي يا امنيه بقى افتحي تليفونك الكثير من ماما بجد. بصي على الامتحان اللي اتسرب ده واحفظيه. وانتي عايزه تسمعي كلامها يا امنيه؟ ايوه يا ماما. وتدخلي الامتحان مش بمجهودك؟ امنيه يا بنتي بتطلع الاولى بمجهودها. يرضيكي امنيه تدخل الامتحان عارفه ايه اللي في الامتحان وغشاه كله وتخشي تحله؟ تبقي عادي. ايه المشكله؟ فرقتي ايه عن الفاشل يا امنيه؟ قصدك ايه؟ قصدك ايه يا وليه؟ قصدك ايه؟ انا قاعد لوحدي في البيت النهارده ومش فارق معايا حد. قصدك يا نهار اسود، يخرب بيت غبائي. قصدك ايه؟ راح يعني يا ماما متضايقه قوي. يعني انت يرضيكي بنتك امنيه تفضل تذاكر 24 ساعه وما تنامش، ويجي اصحابها الفاشلين بقى يا ماما اللي هم مش بيذاكروا الغش مش فشل، الغش اجتهاد. يبصوا على الامتحان ويحفظوا وينجحوا. يا حبيبتي هما اللي هيتعاقبوا في الاخر. يتعاقبوا ازاي يا ماما؟ دول بس هينجحوا لما يكبروا ويطلع مثلا دكتور فاشل. ما هو طول حياته بيغش اكيد. يا وليه احترمي نفسك، احترمي نفسك. هديك بنيه في وشك اخنفك اقسم بالله. يطلع دكتور فاشل ويكتب علاج هيكتبه غلط يا امنيه. طب انا مش انا قلت النهارده هكون محترم في الفيديو وهوطي صوتي وهتكلم بهدوء، بس انتوا ما يجوش معاكم الهدوء، انتوا عيله غريبه. طب لو طلع مهندس هيبني عماره غلط؟ ما هو بيغش طول عمره. مش يا رب يكون هو فعلا مهندس فاشل وتكون انت ساكنه في هذه العماره عشان تقعي وتموتي. فاهم اي حاجه؟ العماره هتقع. لكن بقى بنتي امنيه اللي بتذاكر وبتدخل الامتحان بمجهودها وتخش تحل بمجهودها وفاهمه كل حاجه، لما هتطلع دكتوره هتطلع ايه؟ دكتوره فاشله عشان هي امنيه مش اكتر يعني. شاطره مش دكتوره فاشله. صح. ولو طلعت هندسه وبنت عماره هتبقى العماره سليمه وقويه. عم محمود الجمل، انت لما تيجي توصل رساله المفروض انك توصلها في نص الفيلم او بشكل غير مباشر، مش تحشر الرساله في بق اللي بيتفرج. مش هتتهد في ساعتها يا امنيه. ايوه صح يا ماما. احنا نعمله اللي علينا ونذاكره. اللي فيها كلمه، حطي كلمتين كده في بقها كده عشان تسكت تلاقي تذاكر. ماشي يا حبيبتي، يلا ذاكري. انت بتطلعي من الاوائل يا امنيه. ماشي حاضر. دكتوره يا امنيه، دكتوره. ايوه صح كلام ماما. لا بقى كده كتير بقى، كفايه تكلموا نفسكم، كفايه بجد كفايه. يا ربي كان زماني عملت فيديو منيري وخلصت. الامتحان المتسرب خدي ذاكري يلا كل الاسئله بالاجابه بتاعتها دلوقتي حالا واحفظيهم. ده ايه اللي التضاد اللي قوي المعنى ولا وضحه ده، ولا هي كانت بتحلم ولا ايه؟ انت ايه يا عم محمود الجمل المالتي فيرس اللي انت فيها دي؟ ايه بس؟ لا يا ماما. يلا يا حبيبتي قبل ما تروحي المدرسه يلا ده انت ام شريره جدا وانت امنيه طيوبه جدا ويهوديه جدا. خدي البسي النضاره دي يا امنيه، هي لا هتليق عليك اكتر مني. ماشي يا ماما حاضر. ده انا دورت عليه كتير قوي عبال ما لقيته. يلا اهو بصي السؤال. طب يا ماما ما رجعش حاجه ثانيه يا حبيبتي هو اللي امنيه ممكن تنيلي فرصه. خدي الامتحان، روحي اللجنه، امتحني الامتحان، خلينا نشوف الاكشن، خلينا اعمل رياكت، خلينا اخش انام. الامتحان ده بس اللي تحفظيه وتدخلي الامتحان تحليه زي ما هو كده. ماشي. يلا السؤال الاول اهو. يلا. ايوه انا عارفه السؤال ده، انا عارفه اجابته. عارفه اجابته كويس؟ يلا بقول لك يهوديه يعني. يا امنيه. نعم يا ماما. يا امنيه والنبي راجع الامتحان اخر مره. خلاص يا ام الشريره جدا، خلاص ده انت شريره جدا. بقول لك محمود الجمل لما يجي يوصل فكره بياكلها لك في بقك. بصي يا ماما حفظت كل حاجه يا ماما. يا حبيبتي دي ورقه امتحانك، هي نفس اللي هجيلك في الامتحان. ده كده يا ماما، اصلا ما رجعتش غير الورقه دي كده يا ماما. ايوه ما دي ورقه. يا رب تطلع غلط ويطلع ده تسريب غلط وتروحي تمتحني وما تعرفيش ان هو ده الامتحان وتسقطي وتمتحني. امتحانك يا حبيبتي انت حفظتيها كويس؟ حفظتها يا ماما ما تخافيش. يعني هتحلي الامتحان في 5 دقايق وتطلعي لي من الاوائل؟ ايوه طبعا يا ماما. يا ريتني ما عطيتك دروس طول السنه، ما الموضوع سهل اهو. انت ايه يا وليه؟ انت ام من انهي ناحيه دي ايه ده؟ انا مالي عرفت اساعدك ده. ايوه يا ماما صح يا ماما. ماشي يا ستي خلاص امتحان وطمنيني على طول. من عينيا يا ماما حاضر. ماشي يلا خدي بالك على نفسك. حاضر. هبصلك من البلكونه قبل ما تركبي الباص. ترقبي في اسكندراني يقول ترقبي؟ يا نهار اسود ده انت عرتونا. ما الدنيا سهله اهو، الامتحان نزلوه على النت. ايه
مشكله. يا وليه بطلوا تكلموا نفسكم في الفيديوهات بقى، بطلوا تكلموا نفسكم. عايز توصل فكره حطها هنا، لا مش قصدي حاجه، قصدي هنا فويس اوفر، تمسك المايك كده وتبلعه كده. عليه شوفان. طب والله بجد اول مره افرح ان جالي اعلان. عامل ايه مذاكرين النهارده ولا ايه؟ وشي كرمش وانا بس بجد مش عايز اكمل. بجد انطفيت. انت بالذات مذاكر. حبيبه مش مذاكره. تعبت منك انت بالذات يا عم محمود، مع انك ما طلعتش الفيديو اللي فات، بس انا تعبان منك كده انا منك بجد. ايه ده؟ تعبت منك يا محمود، تعبت منك يا راجل يا كباره يا طيب. أمنية نعم يا غزل، هو انتي ذاكرتي؟ أقولك على الصراحة اكدبي يا بت امنيه، يا بت ما تبقيش كده، اكدبي هلي فيه شويه شر فيكي، ما تبقيش عيله بيور كده، اكدبي. بس أقولك على حاجة. إيه؟ ليه؟ هموت لو ما قلتهاش. خدتك. لا مش هينفع. هو الامتحان صعب ولا سهل؟ الامتحان سهل للي مذاكر، وطبعا صعب للي بيبقى مش مذاكر. ده بديهيات. طبعا هو يبقى سهل عشان أنا مذاكر باذن الله. أيوه وأنا كمان بذاكر. لسه هو الامتحان هيجي إمتى بقى؟ أنا متحمسة. خلاص ان شاء الله. ولا اكن جاي لك كيس شيبس والله. اي حد معاه حاجه تخص الماده يطلعها بره او يحطها في الشنطه. لا أنا مش معايا حاجة. وأنا كمان مش معايا. طب طالما انتوا مش معاكوا حاجه جايبين شنط ليه؟ ازيكم عاملين ايه؟ زي الخرا زي الخرا. طول ما بتفرج على فيديوهاتكم انتوا اسراء نبيل، عارف انت الشخص اللي خلاص بيحتضر وبيموت حالي ده دلوقتي وانا قاعد على الكرسي ده. الحمد لله يا ميس ندى. اتفضلوا عمري. شكرا يا ميس ندى. مذاكرين؟ طبعا. لا يا ميس ندى. قبل اي حاجه يا ولاد كل واحد يكتب اسمه على الورقه ورقم جلوسه. يلا سامحوا. نايم انت ليه واخده الورق بالعرض؟ اني شفته قبل كده. نركز يا ولاد. ايه ده؟ ايه يا امنيه ما كتبتيش اسمك ليه ورقم الجلوس؟ امنيه تعبير الوش دي انا عارفه لو مثلتي وعملتي دراما تاني بجد يعني يا ابو انا ليه ماسك لساني؟ انا كده هصطنع، انا ماسك لساني، انا بجد ماسك لساني. مش ده الامتحان المتسرب؟ لا مش هو. اكيد طبعا. انت فضحت الدنيا، انت عبيطه يا بنت. في حاجه في مخك ولا ايه؟ انت في حاجه في مخك؟ حد يقول كده للمراقبين بتوع اللجنه. يا حبيبتي يا امنيه مش ده الامتحان المتسرب. الامتحان المتسرب ده يا حبيبه قلبي المدرسه ملهاش اي علاقه بيه خالص. دي صفحه كده منزله امتحان متسرب عشان تشتت اطفال، وبعدين عشان تاخد شير ولايكات وتكبر الصفحه بتاعتها. بس حلوه دي، نايس فكره. اعملها ايه؟ تجيلي فولورز ولايكات وامسح الحاجات وانزل على الفيديوهات بتاعتي. ما ذاكرتش غيره. طيب انا ما ذاكرتش غيره. انا عايز. بتزعقي لي. انا ممكن ازعق على فكره واعلي صوتي عادي عشان ده الفيديو بتاعي، وممكن اقصك انت كلك. بتزعقي ليه؟ توطي صوتك وانت بتتكلمي. ايه الشغله الوسخه دي؟ يعني يا امنيه انا عارفه ان انت متفوقه وشاطره، ازاي يعني ما تذاكرش غير الامتحان المتسرب؟ لا حمار. عملتوا كده بس غيرتوا الامتحان. حرام عليكم ليه كده بس؟ ليه؟ حبيبتي اهدي كده وسمي. ممكن اعرف احنا بنتناقش في ايه؟ لو قلت الجمله دي في لجنه عندي في المدرسه دول هيمسكوني كده دعك حرفيا دعك. مشيني يا حبيبتي وما ذاكرتيش ليه يا حبيبتي وانت متفوقه ليه يا حبيبتي وتبا ليكي يا حبيبتي، وانا زهقت منكم بجد. مش هو ده الامتحان. والله انا اللي اعرفه ان المفروض تذاكروا المنهج كله واللي يجي لكم الامتحان منه يجي لكم، لكن انت مدرسه شاطره، ادي امنيه دي بالكذبه. عايز اشوف امنيه بتتضرب في اي فيديو حتى لو تمثيل، بس عايز اشوفها بتتضرب. هو ده الامتحان. لا امنيه هي راحت فين؟ انا شايفها راحت فين؟ ما خلاص ما تسيبيها اتحسبت غياب وخلاص يعني فاهم. انا اعمل ايه؟ انا ذاكرت الامتحان على النت بس اعمل ايه؟ بطلي تقولي بقى الجمله دي بقى عشان ممكن اقولها بجد ومش هعمل لها تيب. بطلي تقولي الجمله دي بقى. سمي الله وانت هتحبي. يعني انا ذاكرت على الفاضي كده. اقعدي يا غزل اقعدي يا حبيبتي قولي بسم الله يلا بسم الله ايه يا حبيبتي؟ دي بتقول لك انا ذاكرت الامتحان المتسرب. دلوقتي يلا. ماما مش هتسيبني. يلا يا غزل يلا يا حبيبتي. مش عارفه حاجه صعبه قوي. يلا حل. مش بتحلي ليه يا حديده؟ يلا. حديده ليه يا عم محمود الجمل؟ ليه حديده ومسمار ليه ادوات المعدن دي؟ في ايه؟ مش هو ده الامتحان المتسرب يا عم محمود. مش هو ده الامتحان يا عم محمود. ايوه هو اللي هيسربهولك يعني ولا ايه؟ حاجه امنيه طلعت تجري كده وبتقول مش هو ده الامتحان. يا استاذ يا
يا امن وامان تجري ورا البت، مش تقعد تحكي مع المدرسه. ده ايه عدم الواقعيه والاستفهام في البتنجان ده؟ الامتحان بتقولي الامتحان هي مذاكره بس الامتحان المتسرب، ومش ده الامتحان اللي هي مذاكراه. اجري ورايا يا عم محمود. ايه جرأة البطه اللي انت بتجريها دي؟ عم ساعدني والنبي يا عم. هو ايه انت بتجرسي الدنيا؟ انت قلتي لكل البني ادمين اللي انت شفتيهم. ما فيش، انا هقف معاك. ساعدني بس يا عم واسمعني والنبي. طيب في ايه؟ طب تقولوا ايه بقى وليه بقى ويعني ايه والحاجات دي، عشان الواحد ما بيقدرش يمسك نفسه بعد اذنكم يعني. انا عايز اعرف بس هو ايه اللي هيحصل في الاخر بجد، عشان انا بزهق من الحوار ده. يا حاج محمود يا جمال والمالتي فيرس بتاعتك الغريبه دي، كل ده كانت بتتخيل وهي اصلا كانت بتتخيل ان هي اصلا كانت بتحلم. هتجنن. عندنا فيديو من برنس مصر اللي هو اخو محمود الجمل تقريبا يعني، بنت صغيره شقه. شوف حصل. اول مره اتعب من فيديو. طيب كده خلصنا الفيديو، ما تنساش انك تنزل تحت وتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، وتنزل تقولي رايك في الكومنت لو مهتم، وتصلي على النبي، وسلام.